في قصص العقل بيرفضها بس القلب بيفضل مصدقها، خصوصا لما تبقى جاية من حد فقد روحه التانية. مايكل فارلي راجل عادي جدا، زوج وأب وراجل هادي ما بيحبش الدوشة. عنده مراته تريزا وطفلين صغيرين، جوي وإيميلي. بيتهم كان دايما مليان ضحك، ريحة خبز طازة، وصوت تريزا وهي بتغني في المطبخ وهي بتجهز الفطار. بس في يوم كل ده اختفى. كانت راجعة من زيارة من عند والدتها، وطريق العودة كان ضبابي ومبلول. الفرامل ما اشتغلتش كويس، والسيارة خرجت عن الطريق وللأسف اتقلبت. لما الإسعاف وصلت كانت تريزا فقدت الوعي تماما، وفي المستشفى أعلنوا وفاتها. مايكل ما استوعبش، قاعد أيام مش بيتكلم، مش مصدق إنها مش راجعة تاني. ابنه جوي كان بيسأل بابا هي ماما راحت فين، وهو ما كانش عارف يجاوب. تريزا اتدفنت، الجنازة عدت، البيت ساكت مخيف بارد. لكن بعد 11 يوم بالظبط من وفاتها، الساعة كانت 2:15 بعد منتصف الليل، ومايكل كان صاحي مش قادر ينام. وهو بيقلب في التليفون رن تليفون البيت الأرضي، رقم غريب. لكن مش ده الغريب، الغريب كان الصوت كان صوت تريزا. قالت مايكل أنا لسه هنا، ما تسيبنيش. نفس الصوت، نفس النبرة، زي ما كانت دايما بتتكلم لما تحس إنه زعلان. مايكل اتجمد، ما نطقش، المكالمة اتقطعت. قعد يضحك على نفسه بعدها. قال أكيد بخرف، يمكن كمان بحلم. أنا بحلم وأنا صاحي. بس مايكل ما قالش لحد. بس اللي حصل بعدها كان أغرب. بعدها بيومين جوي ابنه الصغير دخل عليه الساعة 7 الصبح ووشه شاحب. قال له بابا، ماما كلمتني من التليفون وقالت لي ما تخافش من العتمة، هي جنبنا. مايكل وقتها فقد السيطرة، مسك التليفون، لقى السلك مفصول من الجدار. السلك قاطع من أيام، إزاي بيشتغل؟ إزاي في مكالمة من أساسه؟ الموضوع بدأ يتكرر، مكالمة كل كام يوم، نفس الصوت، نفس الكلمات. أحيانا صوتها بيبقى واضح، وأحيانا في تشويش، زي ما يكون جاية من مكان تاني، مش من العالم ده. مرة من المرات سمعها بتقول إيميلي بتعيط، خد بالك منها، ما تسيبهاش تنام لوحدها. وفعلا إيميلي كانت في أوضتها بتعيط في صمت. مايكل انهار، بلغ الشرطة وجاب مهندسين يفحصوا التليفون، بس النتيجة مفيش اتصال خارجي بيحصل، والأسلاك الداخلية ما توصلش لأي شبكة. التليفون ميت. لكنهم ركبوا جهاز تسجيل صوتي بيسجل أي مكالمة. في واحدة من الليالي الجهاز سجل صوت واحدة ست. الصوت كان واضح، بتقول أنا بس عايزة أطمن عليهم، بعدين همشي. التسجيل اتحفظ واتعرض على خبير صوت، قال الصوت ده ما يبانش إنه مسجل من خط تليفون، في صدى زيه زي الصوت اللي بيطلع من أنفاق أو كنايس قديمة. بس أكتر حاجة خلت مايكل ينهار هي آخر مكالمة. تريزا قالت فيها مايكل، لما تحس بالهوا البارد اعرف إني حواليكم، أنا بس جاية أقول سلام. ومن وقتها مفيش مكالمة تانية. بس كل ليلة الساعة 2:15 بالظبط الهوا في البيت بيبرد فجأة، وريحة تريزا بتملى الممر، وجوي بيصحى وهو بيبتسم ويقول ماما زارتني النهاردة. مايكل ما بقاش يخاف، بالعكس بقى يحس إن جزء منها لسه موجود. أصل الحب ما بيموتش، وإن الموت مش دايما نهاية، أحيانا بيكون مجرد انتقال. بس المشاعر بتفضل تحاول توصل. وأحيانا القصص اللي بنفتكر إنها خيال بتكون أقرب للحقيقة من اللي بنتخيلها.
لو القصة دي لمستك اشترك في القناة عشان لسه في قصص لسه محدش حكاها.